النهارده صحينا على خبر أفزعنا جميعا، وهو وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر. أحمد رفعت مش مجرد لاعب كرة قدم مهاري وحريف وكله بيشهد له بفنياته العالية، بل على المستوى الإنساني الكل كان بيشهد بأخلاقه وتربيته العالية، وده اللي خلى مصر كلها بلا استثناء تدعي له بالرحمة. قصة أحمد بتبدأ أثناء لعب مباراة كانت بين الاتحاد وبين فيوتشر ناديه، وفجأة وبدون أي مقدمات أحمد يقع على الأرض من غير ما حد يلمسه عشان يتوقف قلبه لمدة ساعة. لكن الدكاترة بينجحوا في إن ينعشوا قلب أحمد تاني ويخش على أثر الواقعة دي المستشفى، ويقعد في المستشفى على أثر القصة دي حوالي من شهرين لشهرين وشوية، عشان يطلع بعد الواقعة دي في أول لقاء تلفزيوني بينه وبين إبراهيم فايق، عشان يكون اللقاء قبل وفاته بحوالي 15 يوم، وعشان يطلع ويقول الكلام ده. اللي حصل معايا ما حصلش مع مش مع لعيب، مع بني ادم يعني. ياه. يعني خليني بقول لك ده في الوقت المناسب. لكن كابتن هيثم عارف الموضوع، نادر عارف الموضوع. يا ترى بقى مين المسؤول اللي يقدر يعمل كده؟ بس اعتقد الناس القريبة من احمد اكيد عارفة الشخص، يعني زوجته، مدير اعماله، اخواته، اصحابه القريبين منه، اكيد دول يعرفوا. خلي بالكوا ان دم احمد وحق احمد هيبقى في رقبتكوا لو ما اتكلمتوش وحاولتوا تجيبوا حق احمد. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جنات ويلهم اهل وزويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.